طموح أي مدرب أنه يوصل لاعب إلى الأولمبياد ويحصل على ميدالية، يعني الأولمبياد هي أقوى بطولة عالمية بيصير في تاريخ الرياضة. بس شفت فيه الشجاعة الكافية أنه يكون مشروع بطل عربي عالمي، فجازفنا أنا وياه. حرك حرك مستقيم، أضربه بشمال، أطوال أمان، عضلين، عضل صاعد يمين. وفاجئ الجمهور وفاجئ الصحافة أنه في لاعب أردني قدر يلعب بالمستوى هذا. حركة حركة حركة، هوب ارجع مستقيم مستقيم. إنه كيف مثلا أنه فاز على لاعب من تركمانستان ووقعه من فوق الأحبال، بعدين راح على دورة الألعاب الآسيوية. هسه سرعة، أبرين أبرين أبر يمين، طبعا. وأنه أبو خديجة في كل بطولاته معي ما خسر ولا مباراة. هسه هوب أنا محمد بالنسبة لي أصبح كصديق. أسرع، اسحب ورجع، أسرع اسحب ورجع، اسحب ورجع، طاش طاش. فأنت بدك تخلق بطل أولمبي بالإمكانيات الموجودة في نادي البقعة، في الصالة هذه القديمة بتجهيزات بدائية جدا. فقلت له يا محمد إنه لازم نعمل المستحيل. قال هذا الإعداد للأولمبياد. أسرع العب العب لما صار الحادث وبلشنا نسأل كيف مات الزلمة هذا، لأن أنا بعرف محمد إنه يملك قوة ضربة قوية جدا، يعني على الحلبة ولابس قفاز الملاكمة اللي يحمي الخصم من قوة الضربة، وكان اللي يصيبه إلا بيقع، يعني ما كان حدا على الحلبة يتحمل ضرباته. قال لي يا كابتن أنا لازم أشتغل لأن أنا متزوج وعندي طفل، فكيف أعيشهم؟ إنه قال لي أنا لازم أروح على الشغل. فقلت له يا محمد يجب أن ترتاح، لازم تحكي لصاحب العمل إنه يريحك بس الفترة هاي قبل السفر للأولمبياد، إلا أن صاحب العمل رفض. مصاري يا زلمة، عن أبو هالمصاري كيف بتضيع. تمام هيك؟ تمام على يعطيك العافية حبيبي. الله يخليك. أنا حكيت معه قلت له يا محمد شو لك بالشغلة هاي إذا منطقة وفيها زعران وما زعران؟ قال لي يا كابتن هاي آخر 14 يوم إلي بهذا الشغل، بدي أستلم راتبي وببطل. بنفس اليوم الساعة 2 بالليل صار الحادث معه. فطبعا قتل طموحي كمدرب وطموح البلد بأسرها كامل. اسمع لك اسمع سيبوا الكيل ايه زميلك تجيبوا معك ليش تجيبوا انتوا ليش تجيبوا معك كيف رقم الشباب حليوه وحليوه شويه يا سلام هاتوا 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 يا شباب عندي انا بموت يا سلام لا انا بقول لك
يعني كانت تراودني أحلام أنه أنا راح أشوف محمد وهو على منصة التتويج ومتقلد إحدى الميداليات الأولمبية، لكن في الواقع صحيت من النوم وشفت محمد وراء القضبان. هي قتلت الملاكم اللي جوا أبو خديجة، وقتلت أحلام أبو خديجة، وقتلت كل شيء في أبو خديجة. هاي